سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وصحه جيده. اليوم جيتكم بطريقه ديال لاطاغط غزاله صراحه كيف ما كتشوفوا. طريقتها سهله سهله سهله، غادي تكلف منكم لا وقت ولا مجهود. كنتمنى تتبعوا الطريقه وتشوفوا المقادير. تبعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسونيش من اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديوهاتي. اول شيء انا عملت كيكه عاديه كيف ما كتشوفوا، قسمتها لنصفين بهذا الشكل، وجبت قطعه دائريه وقطعت بها الكيك من النصف. عندي كريم شانتيه، ضربت كل كوبايه كريم شانتيه عليها كوبايه ميه ونصف كوبايه سكر. الميه تكون متلجه. حطيتها في بوشت حلواني وبديت كنشكل فيها بهذا الشكل. مليت كل الكيكه بالطريقه دي. اخد النص الباقي بتاع الكيك وهقطعه بقطعه بالشكل ده. هحط فوق الطبقه الاولانيه، هملى الكيك تاني من فوق بالكريم شانتيه بالطريقه دي. ممكن تعملوا اي شكل بالاشكال اللي انتوا عايزينها، انا اخترت الشكل ده. ويا ريت تجيبوا الكريم شانتيه الخام الغير محلات، لانها بتكون متماسكه. حتى لما بتحط عليها الكيك بيفضل الشكل زي ما انتوا شايفين، ما بينزلش. انا اخترت ان ازينها بالفراوله، قطعت عليها فراوله بالشكل ده. انتوا ممكن تزينوها باي حاجه، مانجا، كيوي، فراوله، رمان كمان هيطلع جميل جدا. وجبت كمان مارشميلو قطعته بالشكل ده، والاولاد كانوا بيساعدوني زي ما انتوا شايفين. ضروري تخلوا الاولاد يشاركوكوا في الحاجات دي، تخلي عندهم طاقه كده وبيفرحوا، نفسيتهم بتتغير لما بيعملوا الحاجه بايديهم. بنكمل طريقه التزيين بالشكل ده. تزيين عشوائي، مش محتاج ولا افتكاسه ولا حاجه. احط المارشميلو بالطريقه دي. هزين الكيكه كلها. ممكن تحطوا عليها سبرينجل زي ما هعمل في الاخر. هرش عليها حبة سبرينجلز باللون الفوشيا او باللون الاحمر، كمان هيديها منظر جميل. كمان هزينها بحبة ورق نعناع عشان يطفي الالوان اللي انا حطاها على الكيك. انا كده خلصت كل المارشميلو اللي عندي. زينتها كمان بشوية بونبوني بالشكل ده. اي حاجة ممكن تحطوها تزينوا بيها، ما تتقيدوش بحاجة، المتاح عندكم. هرش عليها شوية سبرينجلز زي ما انتوا شايفين باللون الاحمر. وكمان هحط فيها ورقتين نعناع كده عشان اكسر حدة الالوان، بيغير شكلها خالص بالشكل ده. للتزيين فقط. النعناع ده ما بيتاكلش خالص، يعني اول ما بنيجي ناكله بنشيله. وهنا كمان
اخد ورقة تانية احطها في الجنب التاني، وادي رابع ورقة احطها هنا بالشكل ده. وبكده اكون خلصت الكيك بتاعي او التارت بتاعي. بيجي شكلها جميل جدا جدا جدا، كيكة مبهجة بسيطة جدا سهلة، ما بتاخدش وقت خالص معاكي، يعني تسعفك لو ضيف عندك جاي مناسبة خاصة، يعني تسعفك بطريقة سهلة وسريعة، وما فيهاش مكونات كتير ولا افتكاسات كتير، ممكن تبدعي فيها زي ما انت عايزة. اتمنى النهاردة وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها بصراحة لانها جميلة جدا. واتمنى تخلوا لي تعليقاتكم لو الكيكه عجبتكم، تطلبوا مني اي وصفه اعملها لكم ان شاء الله. ما تنسونيش من اللايك والسبسكرايب، واتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. اشوفكم في وصفه جديده. باي باي.